السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فيديو جديد من لستة What is the meaning of OOP. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي أو 3 حاجات الكلاس والأوبجكت والميثود. زي ما قلنا قبل كده إن الكلاس ده هو التصميم أو المخطط اللي ببني عليه الكائنات. طب خلاص بقى خلينا نشوف إيه المثال البرمجي بتاعه. أول حاجة الكود هنا بيقول إيه؟ الكود بيعرف كلاس اسمه كار عشان تمثل لي العربيات كلها. الكود ده برضو فيه خاصيتين، حطيت له string طبعا عشان هو نصوص، حطيت له لون وحطيت له عربية، هيخزني الاتنين اللون والموديل. تالت حاجة بعمل constructor اللي هي car this dot color و this dot model، بيستخدمها عشان أعين القيم للخصائص عشان لما نعمل كائن جديد أو object جديد. فدلوقتي بعد ما عملنا مين اللي هو الكلاس، هنعوز بقى نستخدمه عشان نعمل عربية حقيقية اللي هي طبعا الاوبجكت ده هو الحاجة الحقيقية اللي بصنعها من الكلاس. زي مثلا ما بيكون مثلا عندك قالب كيك والكيكة اللي بتطلع منه دي هي الاوبجكت. يعني الكلاس هو التصميم او القالب والاوبجكت هو النسخة الفعلية اللي بستخدمها. تالت حاجة هنتكلم فيها هي الميثود دي يعني ايه؟ الميثود دي هي الحاجات اللي على العربية بتعملها. يعني مثلا لما تدوس زرار التشغيل العربية تشتغل، او لما تدوس بنزين العربية تمشي. فهي في البرمجة بنسمي الحاجات دي ميثود. الميثود دي هي الدوال او الوظائف اللي بتقوم بافعال معينة، ركز انها بتقوم بافعال داخل الكائن اوبجكت وبتخلي الكائن ده يتفاعل مع البيئة بتاعته. طب مثال برمجي بقى للميثود الجميلة دي. أول حاجة معانا إن الكود زي ما قلنا إن هو بيعرف الكلاس اسمه كار، وفيه خاصيتين زي ما قلنا الكلر والموديل، وفتحنا كونستراكتور عشان أعين لون والموديل العربية لما نعمل كائن جديد. وفي ميثود اسمها ستارت انجين تتبع العربية اشتغل لما تشتغل العربية. وفي ميثود تانية اسمها درايف بتتبع العربية ماشية لما تجيب العربية تمشي. وفي دالة مين احنا بنعمل كائن جديد من الكار باسم ماي كار، وبنمرر لها اللون احمر والموديل 2024. بنطبع اللون والموديل العربية باستخدام برنت. بنشغل العربية باستخدام ماي كار دوت ستارت انجين، وبعدين بنخلي العربية تمشي باستخدام ماي كار دوت درايف. ده الكود ده بيوضح لك ازاي هستخدم الفئة والميثود عشان اقدر اتحكم في العربية. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.